السلام عليكم متتبعين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم بهذا الفيديو بصحه جيده ان شاء الله يا ربي. اليوم جيت نشارك معكم فيديو جديد وحلوه اقتصاديه ان شاء الله غادي تعجبكم ان شاء الله. فيها مقادير متوفره في كل دار. المهم جوج بيضات، كاس ديال سنيده، كاس ديال الزيت، وعندنا كاس ديال عصير الليمون، وعندنا قشور ليمونه. يعني هنايا درت قشور ليمونه وحده و العصير ديال الليمونه وحده كبيره. عندكم مندارين ديروا جوج ولا ثلاثه المندارينات وحكوا القشور ديالهم. المهم هنايا غادي نسبق البيض، غادي نفرغ دوك جوج بيضات، غادي نضيف ليهم كاس ديال سنيده، وغادي نطربهم مزيان، يعني حتى يطربوا ليا مزيان، عاد باش نزيد المقادير الاخرين، يعني حاجه بحاجه حتى نكمل ان شاء الله. هاد الحلوه اقتصاديه وكتخرج تبارك الله، يعني ومزيانه هكا الوليدات يديوها معاهم للمدرسه. ومن بعد غادي نبقى نطرب مزيان داك السكر مع البيض حتى يطرب ليا مزيان. وغادي نضيف كاس ديال الزيت كيف ما قلت لكم من قبل، وغادي نضيف كاس ديال عصير ليمون وقشور ديال الليمون. كيف ما قلت لكم من قبل، قلت لكم يعني الا ما كان متوفر عندكم داك الليمون الكبير ديروه، ما كانش متوفر كان غير المندارين راه وقته هذا ديروه حتى هو راه مزيان. من بعد غادي نطرب دوك المكونات واحد شويه، وغادي نضيف خماره ونص، يعني خماره ونص. علاش زدت داك النص؟ حيت غير عندي الدار بارده، يعني وقت البرد ديروا خماره ونص باش تطلع لكم الحلوه مزيان. كاين هكا الصاد، يعني ما كانش البرد بزاف ديروا غير خماره وحده راه كافيه. ومن بعد غادي نبقى نضيف دقيق فرص تدريجيا، يعني شويه بشويه. ما صورتوش معكم من قبل نوريكم شحال يعني قدني، ولكن غادي تبقاو ديروا الفرص بشويه بشويه حتى تجمع لكم العجينه. والعجينه خاصها تكون مرخوفه، يعني ديما الحلوه فاش تبغيو هكا تكون رطبه وهشيشه، ما تكثروش الدقيق. والدقيق هو اللي تيخسر الحلوه، كتجي قاصحه ملي كتديروا، يعني ما كيبانوش دوك المكونات اللي درتو، ما كيبانش مثلا الفانيلا درتوه، ما كيبانش داك المذاق ديال الليمون، ما كيبانش. داكشي علاش غنبقاو نديروا هذا الدقيق شويه بشويه حتى تجمع لنا العجينه. وديما العجينه نبقاو نجربوها هكا في يدينا، كانت هكا مرخوفه ورطبه صافي نحبسوا الدقيق، ما نبقاوش نضيفوه. المهم بقاو مع الفيديو حتى الاخر وغتشوفوا كل شيء ان شاء الله، الطريقه وكل شيء، وغتشوفوا حتى الحلوه. يعني راه طبعتها غير بالطبع عادي متوفر كل دار، وغادي تشوفوها كيفاش جات. صراحه جات فنه واقتصاديه يعني في نفس الوقت. وهنايا البنات كنكون ساليت، يعني جمعت العجينه وهكا كتجي رطبه. من بعد كنهز واحد الاناء اولا طبيصيل هكا، كندير فيه الكوك مع سنيده يعني مخلطين، وكنضاعف الكوك على سنيده. يعني الكوك خاصو يكون كتير شويه على السكر باش كيعطينا واحد اللمعه في الحلوه، كتجي زوينه، وحتى المنظر ديالها المنظر ديالها تيكون زوين. من بعد كنهز لكم البنات، راه متوفر في كل دار كيف ما قلت لكم الغلاقه ديال القرعه ديال الزيت، يعني ماشي شي طابه اللي غنبقاو نقلبوا عليه ولا شي حاجه. كنهز الحلوه هكا، كنبقى نقرصها، كندير فيها على شكل غريبه مثلا، كنكورها هكا في يديا. من بعد كنفندها مزيان في داك الكوك مع السكر، كنفندها مزيان يعني تكون مفنده مزيان. من بعد كنستفها كلها في الطاوه حتى كنسالي، عاد كنطبعها بداك الطبع. المهم غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نطبعها. غندير ليها واحد 4 ديال الطبيعات من الجناب، وغادي نضغط عليها عاوتاني من الفوق يعني من الوسط، وكتجي مورده يعني بحال الشكل ديال الورده. ومن بعد غندخلها للفران.
وهذه هي الحلوه ديالي البنات من بعد ما خرجتها من الفران. صراحه جات محمره وهشيشه ولذيذه صراحه. داك المذاق ديال الليمون، عصير الليمون وقشور الليمون عطاها واحد النكهه اللي هي زوينه البنات. صراحه جات زوينه لا شكلا ولا مذاقا. انا بعدا عجبتني، اقتصاديه ما فيهاش بزاف ديال المكونات وما كتستهلكش. يعني في نص ساعه غتوجد، تعجنيها دغيا تكوريها وتفندي وديري في الفران. يعني ما كتاخذش بزاف ديال الوقت ولا بزاف ديال المكونات. هكا جات البنات زوينه بزاف. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وخرجت ليا يعني اهم حاجه انها خرجت ليا 50 حبه، يعني كون ضاعفت المقادير غادي تخرج ليا 100 حبه. وتبارك الله راه غتدي ليا بزاف. وهذه راه دات لي تقريبا شي سيمانه وانا كنعطيها هكا لبنياتي المدرسه الكوتي ديالهم. يعني حسن من داكشي ديال الحوانت اللي اصلا ما مزيانش للصحه ديال وليداتنا. المهم البنات هنايا غادي نقول لكم بسلامه عليكم، وكنتمنى تشجعوني باللايكات ديالكم، واللي باقي ما مشتركش في القناه يشترك فيها ويضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وغنقول لكم بسلامه عليكم في امان الله.